يا صباح الخير. شوف الدقة يا أخي، ميك اب بترولي فاتح يعني. ماشي، نبدأ بالبيز بتاع العين عادي. حطي أي كونسيلر فاتح عندك، وكالعادة هندمجه ببيوتي بلندر تكون مندية، وبعدين هنثبته بلوس باودر. محدش فكر يسألني ايه لازمة الخطوة دي. بصوا، احنا بنوحد اللون بتاع الجفن بالكونسيلر، وفي نفس الوقت لما بيكون فاتح وبتيجي تحطي الاي شادو بتاعك بيخلي اللون ظاهر وقوي اكتر. وبرضه ولا حد فكر يسألني ليه بنثبته باللوس باودر. يعني ممكن تبقوا شاطرين عارفين كل حاجة، بس هجاوبك برضه. لما بتثبتي الكونسيلر باللوس باودر تيجي بعد كده تحطي الاي شادو يبقى سهل معاكي في الدمج. ليه؟ لان الاي شادو باودر والكونسيلر اللي انتي حطاه كريمي، تيجي تحطي باودر على كريمي، ده تكتشر وده تكتشر تاني يلزقوا في بعض. فبنثبت بقى عشان نخلي الكونسيلر الملمس بتاعه باودر يبقى شبه الاي شادو، فايه يتفردوا كده وياخدوا يدوا مع بعض بسهوله. الى جانب ان انتي برضو لو حطيتي الاي شادو على طول وانتي بروفيشنال وبتاع وقدرتي تعملي له دمج كويس، ممكن يخطط منك لو الجزئية دي فيها خطوط كتير. بعد شوية هتلاقي الاي شادو خط على فرشة دمج كبيرة. هاخد اللون ده، شوفي في اي باليت اي شادو عندك لون بيتشي كده شوية، وهحطه على الجفن الثابت. لون بني غامق وهحطه في الكورنر هنا، هسحبه لبره، وبالبواقي اللي على الفرشة همشي هنا على الكريس. بالفرشة الأولانية هدمج اللونين مع بعض. لون اسود على فرشة صغيرة جدا، وهبدأ اتاب هنا في الجفن المتحرك مش الثابت، مش هطلع فوق خالص، في الكورنر بس هنا، وهدمجه مع اللون اللي قبله. رسمت الايلاينر وبفرشة صغيرة عليها لون اسود هموه الطرف اللي فوق مع اللون الاسود الاولاني اللي حطيته. تمام كده. ولو تاخدوا بالكم انا الايلاينر سحبته للجنب النهاردة، مش طلعته متجه كده لنهاية الحاجب بتاعي. انا مش عايزة اقفل العين كده، انا عايزة اديلها مساحة وسعة لاني هعمل شغل من قدام هنا. كونسيلر فاتح على اي فرشة فلات عندك، وهحطها عند خط الرموش من قدام هنا. تمام كده. وهبص فوق، هيعمل لي الخط اللي انا همشي عليه. شايفينه؟ هملى بقى الجزء ده. هسيب الخط اللي فوق ده شارب كده زي ما هو، مش هدمجه بايدي، بس هدمج الطرف هنا مع الاي شادو اللي انا حطاه. وعلى ايديكي برضو خدي اللون البترولي الفاتح. انا مش شايفه بقى درجه الفستان، انتي شايفاه، اختاري اقرب درجه ليه من اي باليت اي شادو عندك، وبايديكي دوسي كده على الكونسيلر. حاولي ولا تدخلي هنا ولا تطلعي فوق، على الكونسيلر بالظبط. الحتت الصعبة اوصلي لها بفرشة فلات، وبالفرشة اللي عليها اللون الاسود مش هاخد تاني ولا حاجة، هي هدمج بس الجنب هنا مع الاي شادو. فوق هسيبه شارب زي ما هو. الجزء بقى اللي انا سايباه من قدام ده هعمل فيه ايه؟ اي ايلاينر جلاتر عندك، لونه جولد لونه سيلفر على حسب مثلا الاكسسوارز اللي هتلبسيها على الفستان، حطي الجلاتر من هنا. ما عندكيش ممكن بفرشه رفيعه كده، ولو عندك الجلاتر اللي هو اللوس ده حطي الجلو بتاع اللاشز بس يكون لونه شفاف. وبعد كده بعد شويه يكون بقى تاكي كده، خدي والزقي. ما عندكيش لا ده ولا ده، الاي شادو الجلاتر اللي هو الليكويد ده، خدي برضو بالفرشة وامشي على الخط ده. تمام. انا هستخدم الاي شادو ليكويد جلاتر ده من كاركتر رقم 5 على فرشة ايلاينر. تمام كده. عايزه اقول لكم الكاميرا مش مبينه جمال الالوان، يعني تحسي ان انتي عروسه بحر كده. ارفع بقى ايلاينر ممكن ترسميه
يعني على نفس خط الرموش بتاعي من هنا، اوصله بالايلاينر ده، بس انا عايزه الالوان ورسمه العين تفضل باينه، فمش عايزاه يعرض مني. شايفين الفرق؟ العين دي اتحددت معايا شويه. دي الرموش اللي هلزقها النهارده، قصيره من قدام وطويله من ورا، ومش خفيفه، تقيله شويه، لكن في نفس الوقت شكلها خطير. بصوا على العين. الرموش واللي بتعمله الرموش في اللوك بجد. نضفي بقى تحت عينيكي كويس من اي حاجة وقعت او دمعتي وقت الرموش الايلاينر ايا كان، وحطي المرطب بتاعك واستني شوية، وحطي البرايمر واستني شوية، وبعدين نبدأ في ميك اب الوش. فاونديشن والكونسيلر. نثبت كويس باللوس باودر. ظبطي حواجبك بقى زي ما متعودة، بتظبطيها بمسكرة شفافة وكفاية زيي، ولا لأ فيها لون؟ بالقلم، بالجل، زي ما متعودة. لو انتي حابة تحطي كونتور كريمي حطيه قبل ما تثبتي باللوس باودر، انا يعني هسكيب الخطوة دي وهكتفي بس بالباودر، مش هحط حاجات كريمية، لاني مش فارق معايا قوي الميك اب يبقى ثابت، لاني همسحه بعد ده كله. حاجة تقهر اقعد ساعتين احط ميك اب وبعدين امسحه على طول. يلا. البلاشر حابة درجته تبقى برضو بيتشي كده زي اللون الانتقالي اللي انا حطيته هنا. عادة وانتي بتحطي الميك اب حاولي تعملي ماتشنج كده في الالوان ما بين الاي شادو والبلاشر والروج، عشان تحسي ان كله كده لايق مع بعضه يعني. نكمل بقى الميك اب بتاع العين. من تحت هعمل عكس اللي انا عملته من فوق، يعني هحط اقرب حاجة لخط الرموش اسود، بعدين بني، وبعدين اللون البيتشي ده. وبعدين بالكومباكت باودر هبدأ اخلي سحبة العين شارب اكتر. والجزء ده بحيث ان انا ارفع الوش شوية. شايفين الفرق؟ طبعا هدمجه دلوقتي، بس بتكلم على نظافة الميك اب وسحبة الوش. وبرضو بالكومباكت باودر يعني هحدد المناخير من الجنب كده. فلتر يعني، بصوا النص ده وده، ده الباور بتاع الكحل. ما هو كل حاجة في الميك اب ليها باور، الايلاينر بيغير الشكل، الرموش بتغير الشكل، الكحل برضو بيفرق. انا حطيت اسود علشان اصغر العين شوية عندي ويمشي مع الايلاينر وتبقى مسحوبة. انت ممكن لو عينيكي لقيتيها قفلت معاكي حطي من جوه لون نود بيج ابيض، هتلاقيه نور العين. ممكن تحطي في البنيات هيمشي برضو مع اللوك لان فيه بنيات. فيعني دي بتاعتك، اختاريها حسب هيليق عليكي ايه وانت حابة ايه. الهايلايتر هنحطه في الهاي بوينتس اللي عندنا، اعلى حاجة عندك في العظمة. ممكن تحطي حاجة بسيطة هنا لو مش عندك مسام واسعة، لان هيبين المسام اكتر. يعني انا عندي مسام واسعة على الخفيف، بس لما بتحطي برايمر والفاونديشن والباودر والكلام ده كله الدنيا بتقفل معايا، فلما بحط كده هايلايتر بشكل بسيط يطلع حلو. لو كترتي شكلك يطلع عرقان ومش حلو. اللوك ده حاسه ان انا عايزه احدد شفايفي واحط جلاس وبس كده. هايلايتر في مدمع العين. لا، هيجرالي حاجه من جمال الميك اب.
يعني مش عارفة، الحقوني. عجبني جدا، مش عارفة انتوا ايه رأيكم؟ محدش ابدا يعمل ميك اب زي ده على تي شيرت وشعر منكوش وحاجة غلب، بس ممكن اتصور بيه واحط لكم الصور في المكان التاني. بس انتوا قولولي ايه رأيكم فيه؟ حلو، سهل، صعب؟ لو هتعملوه ممكن تغيروا ايه فيه؟ مفيش فلاتر؟ مفيش اي حاجة خالص؟ يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا وعجبكم الميك اب، ويا رب يبقى سهل عليكم تعرفوا تعملوه حلو. باي.